بنرحب بكل الأصدقاء بكل الصديقات المنضمين والمنضمات إلينا الآن على موجتنا المتوسطة وموجة الأف ام 108. صباح الفل. صباح كله أمل، صباح كله عمل. مصر بتتقدم بيهم الإخراج لزميلة نجوى إبراهيم. مصر بتتقدم بيهم تنفيذ هندسي مباشر من استوديو 16 الزميلة وفاء حامد. أصدقاء صديقات، زي ما عودناكم كل يوم ثلاث بنقدم لكم نماذج من شباب مصر الإيجابي. شباب مصر اللي عايز يبني مصر الجديدة، مصر الحديثة بالصورة اللي هو حاببها، بالشكل اللي هو حاسس إن هو ده حلمه لبلده. كل ثلاث بنقدم نموذج جديد. النهاردة بنقدم مجموعة من شباب مصر نموذج إيجابي جدا، وهنعرف ليه. حبوا يلونوا الأماكن اللي هم بيدرسوا فيها والأماكن المحيطة بالمكان اللي بيدرسوا فيه علشان يعيشوها بالألوان. خلوني أرحب بضيوفي في استوديو 16. دكتورة ريهام حلمي شلبي، أستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. كمان معانا من الشباب المعهد العالي للفنون التطبيقية حسام حسن. ازيك يا حسام؟ الحمد لله تمام. حسام حسن، هو اصر ان انا انطق حسام حسن. اهلا بيك يا حسام، صباح الفل. كمان معايا شيماء علاء الدين. اهلا بيك يا شيماء. اهلا بيك حبيبتي. كمان معانا زينب عمر. اهلا بيك يا زينب. اهلا بحضرتك. هدير ابو الفتوح ابو الحمد. اهلا بيك يا هدير. معانا منورين استوديو 16. دكتورة ريهام، عيشها بالألوان دي مبادرة حضرتك طبعا رئيسة الكاست أو رئيسة الجروب بتاع المبادرة. ناخد فكرة إيه عيشها بالألوان، إيه الهدف منها وبتعمل إيه؟ اسمحي لي الأول أشكر العميد المعهد العالي اللي ادانا الفرصة إن احنا نعمل المبادرة وإن احنا ننفذها. وأشكر زميلتي المهندسة ريهام شعبان اللي هي بتشاركنا في المبادرة بس للأسف هي مش معانا. عيشها بالألوان مبادرة بديناها، خرجنا من إطار الجامعة ننفذ الألوان واللوحات بتاعتنا بره. أخذنا التصاريح من الحي في التجمع الخامس من جهاز المدينة، وافقوا ودونا تصاريح إن احنا نشتغل بره على أكشاك الكهرباء. ابتدينا بالأكشاك وقلنا نشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي والتفاعل المجتمعي مع الناس هتبقى ازاي. عيشها بالألوان مش مبادرة تجميل بس، مبادرة تعليمية مجتمعية. جميل. طيب ناخد نقطة. هو طبعا ان هو عيشها بالألوان ان احنا بنحاول نشوف ما هو قبيح ونغير شكله الى الأجمل باستخدام الألوان. وأكيد أن الجامعات المصرية لابد أن يكون لها دور في خدمة المجتمع وخدمة البيئة اللي بتعيش فيها أو المجتمع عموما، يعني سواء كانت حتى في المكان اللي هو بيدرس فيه أو خارج حتى المحافظة، لأن احنا بنسعى بعد كده إن شاء الله، وده هيبقى حوارنا بعد كده إزاي ننشر الفكرة عموما. تجميلية، مشاركة تجميلية أو عمل أو مشاركة مجتمعية، تجميلي تعليمي خدمة مجتمع. تجميلي، احنا قلنا ان احنا هنغير الالوان. اكشاك الكهرباء، ليه اختيار اكشاك الكهرباء؟ هل لان هي الاقبح شكلا ولا اشمعنى ولا في اشياء اخرى غير الاكشاك الكهرباء؟ لا، هي مش واقفه على اكشاك الكهرباء بس، احنا ابتدينا بيها وابتدينا نجملها في الاول. هنبتدي بعد كده المرحله الجايه هيبقى الكباري والاسوار والعماير. جميل. الدنيا كتير والدنيا محتاجة في كل مكان تتجمل وتتلون واحنا مكملين فيه. هو جميل طبعا، وهو الجميل طبعا او الاجمل كمان ان احنا بننسق مع الجهات الحكومية، لان ما ينفعش ان احنا ننزل نعمل اي حاجة بدون ما ناخد تصاريح انا ليه بقول المعلومة دي؟ لان اي حد بيسمعنا وعايز يعمل حاجة مش منك لنفسك كده، لازم تتواصل مع الحي او تتواصل مع الجهات المسؤولة عشان تاخد التصاريح والموافقات عشان تشتغل رسمي. تمام. جميل جدا. طب خلوني بقى اتعرف الاول على حسام حسن من المنصورة. اهلا بيك يا حسام. اهلا بحضرتك. انت طالب في قسم الزخرفة بالمعهد العالي. هل انت دخلت هذه المبادرة حبا ولا تعليما؟ هو الاثنين يعني. اول ابتدت تعليما لما الدكتور قالت لنا الفكره وكده، فاحنا قلنا ان احنا بدل ما التصاميم بتاعتنا ما حدش بيشوفها وكده، فالفكره جميله جدا، فحبينا الموضوع ان نعرض
التصاميم بتاعتنا ونعملها بره يعني. فبدأنا ان احنا ننزل، والدكتور قالت لنا على كذا مكان، يعني المفروض ان هي كانت بدأت تعليمي. بعد كده جينا نبص لقينا الموضوع معانا احنا حبيناه، لان احنا بنعرض التصاميم بتاعتنا. فالموضوع يعني كان حلو بالنسبة لنا، يعني احنا حبينا الشغل اول ما نزلنا وشوفنا الوضع، والناس برضو بدأت تعدي وتشوف الموضوع كويس، وبدأوا يتشاوروا معانا في الموضوع وحبوه جدا يعني. جميل. طب انا هروح فاصل ونرجع نكمل الحوار مع شيماء ومع زينب وهدي. شيماء علاء الدين من الاسكندريه، اهلا بك يا شيماء. ونفس السؤال لحسام. سالت حسام قلت له هل انت انضميتي لهذه المبادره تعليميا، ان هو ده شيء مفروض عليكي علشان هو قسم الزخرفه اللي انت فيه وبالتالي هو شيء تعليمي، ولا حبا وايمانا واقتناعا كمان بالفكره؟ هي في البداية طبعا زي ما زميلي حسام قال، هي في الأول كانت بادية تعليمي. بعد كده لما نزلنا وشفنا الدنيا فيها ايه، وابتدينا نشتغل بإيدينا ونشوف كل حاجة ونسمع آراء الناس، وكانوا بيتكلموا معانا وحابين يفهموا وحابين يدخلوا معانا، وانتوا بتعملوا ده تحت ايه مثلا، في حاجة معينة، هيئة معينة، حاجة معينة في بالكم عايزين توصلوا لها مثلا. فهي كانت في البداية بادية تعليمي، لكن بعد كده بقى ابتدت توسع مننا، وابتدى الناس تسأل كتير، وابتدى في تواصل، وابتدى في حاجات كتير بتحصل معانا. وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه برضو يا دكتورة ريهام، التواصل المجتمعي بقى طبعا يعني. ونشوف بس برضو لما اكمل الكلام مع شيماء سوري شيماء مع زينب بقى. زينب عمر، احساسك ايه وانت في هذه المبادرة؟ وانت من القاهرة يا زينب. ايوه. فقولي لي احساسك ايه يعني. هل حسيتي ان هو يعني في بعض الكليات يقول لك ايه، انا زي ما دخلت زي ما خرجت، لا يعني اخدت شهاده وخلاص، لكن كاستفاده بتاع كتب واتقرت واتنست عادي جدا. لكن في ناس ثانيه تيجي تقول لك انا عملت حاجه لبلدي، انا حسيت ان انا اضفت شيء. فكان ايه احساسك يا زينب؟ لا، هو انا اصلا انا بحب الفن جدا، وانا عندي موهبه الرسم والحاجات دي يعني. بس انا لما الدكتور عرضت علينا الفكره وان احنا نخرج بره حبيتها جدا، ان انا اتعلم، وان انا برضو حاجه فنيه عشان انا بحب الحاجات دي. بس فانا يعني حسيت ان انت اشبعتي هوايه عندك، وكمان اضفت شيء جمالي للمكان المحيط بالمكان اللي انت بتدرسي بيه، وكمان اضفت شيء حلو بالنسبه لبلد. وبرضو لما شفت الناس تفاعلت معانا ازاي وحبت الفكره والموضوع، انبسطت اكتر، وحسيت ان انا لا، عايزين نعمل اكتر ونشتغل اكتر على نفسنا ونطور الموضوع. لما كبر معانا قوي كده برضو حسيت بفخر لينا وللدكتوره دكتور ريهام اللي احنا ازاي وصلناها لكده، وكبرت معانا كده، وازاي هنطورها اكتر، وهنشتغل على نفسنا ازاي، وهنطلع فين، وهنعمل ايه اكتر من كده. فكنت مبسوطة جدا يعني. جميل. هدير. اي هدير، برضو اقتنعتي انت برضو في قسم الزخرفة؟ هو اول حاجة احنا كنا فعلا واخدينها اسلوب تعليمي، وبعدين حبينا هنخرج بره اطار الجامعة اصلا. فلما الدكتور عرضت علينا الفكرة احنا حبيناها جدا، وطلعنا بره وتقسمنا جروبات برضو الاول، فمش متحددين في مكان واحد، لا في اماكن كتيرة جدا، وبس حبينا الفكرة. طيب حسام، الماتيريال انتوا كلكم قسم زخرفة، ولكن اكيد اللي هو الماتيريال اللي انتوا بتستخدموها، هل هي نوع واحد ولا لا؟ هي انواع مختلفه يعني، انواع مختلفه يعني على حسب دي كده امثله مثلا كده. يعني في مثلا بلاستيك، لو على حسب اللي احنا نشتغل عليه مثلا في حديد او حاجه، فممكن يقبل بلاستيك او لاكيه. في حاجات تانية ممكن نستخدمها لو هو الجدار مثلا مش نفس ملمس الحديد او كده. لو الجدار زي جدار الجامعة كان طوب مثلا، فممكن نستخدم عليه البلاستيك بعد طبعا ما ننضف الجدار الاول، المكان من الورق بتاع الانتخابات او ايا كان اللي ملزوق عليه. فلازم ننضف المكان الاول، بعد كده بندي طبق الاول بلاستيك ابيض، وبعد كده بنحط التصميم بتاعنا. بس هتزعل لو جه بقى في اي انتخابات او اي حاجه ويروحوا كاتبين لك على وهو ده اللي بنقوله. ما اعرفش ليه يا دكتوره ريهام دايما يعني، مع انه على فكره القانون بيمنع هذا، ان احنا زي ما نقول كده الجدران ونشخبط ونكتب ونعمل ونسوي، مع ان يعني القوانين بتقول لك انت تعلق اللافتات، وكمان بعد كده تشيل اللافتات على حسابك يعني. فاحنا ما اعرفش ليه الشعب عندنا دايما يعني غير مهتم بالمكان. هي تغيير ثقافه. احنا دلوقتي المبادره بتاعتنا بتغير سلوكيات وثقافه مجتمع حقيقي. مع التجميل احنا مش معتمدين على التجميل بس. التجميل هياخد وقت وممكن يروح، ممكن حد زي ما حضرتك بتقولي انتخابات تيجي وتعمل كلام. انما واحنا بنشتغل بنغير ثقافه مجتمع. انتخابات
واحد مدرس وعامل لنفسه دعايه وتلاقيه كاتب الموبايل انا ما اعرفش يعني، انا مش فاهمه، او سنتر او بتاع يعني الحوائط بتشهد ياما في مصر. هو ده التحدي اللي احنا بنقابله بقى دلوقتي، ان احنا طلعنا من اطار الجامعه عشان نشتغل بره بالجمال والتعليم والمشاركه المجتمعيه. حقيقي. طيب لما خرجتوا بره او خليني مع حضرتك في المجال الرسمي، او خلي بقى الكلام بقى المشاركه المجتمعيه والتفاعل مع المجتمع مع الشباب، كده انا عايزه اسال حضرتك وانتوا خدتوا التصاريح هل اخذت وقت؟ خالص خالص. الحي في التجمع الخامس انا رحت خبطت عايزين نعمل كذا، جو اهيد انشغلي حتى النهارده. يعني انا اللي اتاخرت يومين 3 جبت الورقه، لما كان جبت الورق ومضيته ووديته لهم، انما وافقوا ورحبوا. وانا كنت رايحه على ان انا ابتدي بالبوكسات الكهرباء 4-5 بوكسات، ولما طلبت ان احنا ناخد كمان قالوا خدوا التجمع كله. ادالكم موافقه على التجمع؟ ادالنا الموافقه على التجمع كله. طيب هل بيبقى كان في مناقشه مثلا هتعملوا ايه، هتسووا ايه، بحيث ان هو انا في بعض الاعمال تضيف جمال للمكان، ولكن هناك بعض الاعمال ايضا ممكن تسيء الى المكان، يعني هو اذا ما كانش فيه كونتراست بيبقى فيه تناسق او بيبقى فيه قبح زياده طبعا بيبقى فيه يعني نقدر نقول تماشي مع الجو المكان، لان اكيد مكان عن مكان هيفرق. حضرتك احنا متخصصين فاكيد دي الحته اللي خلتهم يبقوا لكن هم اتكلموا يعني مرتاحين ان ده شغلنا ده بتاعنا احنا هنعمل. فعلا اول مره انا حبيت ابعت لهم التصاميم وشافوها اول تصميمات واختاروا معانا وابتدينا احنا ننفذ. بعد كده سايبيننا براحتنا جدا، يعني شكر خاص فعلا لنائب رئيس الحي ورئيس الحي والباشمهندسه سالي اللي تعبت معانا ونزلت معانا المواقع كذا مره ومتابعين وبيشوفوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها بيجوا يبصوا، او في اوقات كتيره بنبقى احنا مش موجودين خلصنا شغلنا ومشينا، بتنزل وبتتواصل معانا وتشجعنا على الفيسبوك وعلى التليفون وكده. جميل جدا. طيب هنروح فاصل تاني وهنرجع ونكمل حوارنا مع شبابنا في استوديو 16 حسام شيماء زينب هدير، ونشوف تفاعل المجتمع في الاماكن اللي هم نزلوا فيها، هل ساعدوهم هل ما ساعدوهمش، ايه كانت تعليقاتهم بعد ما شافوا الجو، وبعدين هنشوف الاعمال بتاعتهم دي احنا نفسنا ممكن نشوفها فين. بيتك ومملكتك، وبقى اكيد مقتنعين بهذا الكلام. يعني مصر الجميله احنا كل واحد لو اهتم بالمكان اللي هو عايش فيه او بيدرس فيه او بيشتغل فيه واهتم بتجميله ونظافته، اكيد الدنيا هتتغير معانا كتير. وما نقولش حته امكانيات، في شعوب امكانياتها قليله جدا وضعيفه جدا، لكن تخش تقول الله ايه الجمال ده. عايزه تقول حاجه دكتوره ريهام؟ اتفضلي. الامكانيات احنا عايزه اقول لحضرتك ان الامكانيات لغايه دلوقتي امكانيات جهود ذاتيه الطلبه، مفيش دعم من اي مكان. يعني كمان الحاجات اللي هم بيجيبوها الماتيريال والحاجات على حسابهم والله ده انا احييكم والله. ما انا بقول لحضرتك الحاجات دلوقتي بقت اسعارها غاليه يعني كمان. هي اصل المبادره مكمله في اتجاهات كتير، ففعلا لو في دعم من حد يبقى حلو قوي. طب والحي ما لا الحي مفيش. هم قالوا جايز الترم الجاي يبقى فيه يعني لما يشوفوا الشغل يمكن يبقى في دفعه. هم شافوه مبهورين يعني بس لغايه دلوقتي الابهار معنوي بس مش مادي. وبالعكس الولاد قالوا مش محتاجينه ومكملين. لا ده انا بحييكم والله، بدل ما بتروحوا تشتروا الحاجات سندوتشات وبتاع بتصرفوا عليها وبنشتري برضه. المبادره دي اظهرت حب بينهم وتعاون مش طبيعي بجد. دي حاجه محتاجاها الفتره دي فعلا بصراحه، ان احنا نحب بعض اكتر ونتعاون مع بعض اكتر، نفهم بعض، نسمع لبعض حقيقي، غير جوه الجامعه خالص. فعلا محاضرات او شغل بره غير الجامعه. هو ده اللي يمكن يا دكتوره ريهام اللي بنتكلم فيه دايما. يعني عندنا حته ثقافه العمل الجماعي مفتقده جدا يمكن في الاجيال القديمه. انا اتمنى يكون جيل الشباب مختلف عننا، انه لما بيجوا بنشتغل كاست بتلاقي فيه اختلافات وخلافات كتيره جدا وبتؤدي الى اي فلكشه لاي تيم. لا الاختلافات اللي بتحصل بينهم اختلافات ايجابيه مش سلبيه. ان هم عايزين الاجمل، عايزين الاحلى، مش ان هو مش الاختلاف اللي يؤدي الى الخلاف وبعد كده هو الاختلاف كان بيبقى مثلا تصميم ده احلى ولا احلى، طب احط ده هنا ولا هنا. جميل. فبيبقى ايجابي، بيبقى فيه فرايتي في التصميمات والالوان لا جميل والله. انا بحييكم. لكن عايزه كمان شيماء اسالك. طب هنكمل ولكن بعد اذان الظهر.
بنجدد التحية والترحاب بضيوفي في استوديو 16 دكتورة ريهام حلمي شلبي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، كمان معنا حسام حسن، شيماء علاء الدين، زينب عمر، وهدير أبو الفتوح أبو الحمد. أهلا بيكم معنا. بنكمل حوارنا ولسه بنتكلم عيشها بالألوان. شيماء، انتوا نزلتم وأكيد كان في سكان في المناطق اللي انتوا نزلتوا فيها، ممكن توصفي لي التفاعل؟ هل كان في تفاعل؟ هل كان في قبول للفكرة؟ هل كان في رفض للفكرة؟ تفاعلوا معاكي ازاي؟ وصفي لي كده. هو في البداية كان في شوية استغراب عن اللي احنا هنعمله، ومن شكلنا، وان احنا كنا لابسين حاجات بلطات الوان وبتاع، فكانوا اول كان في شوية قلق. بعد كده لما ابتدينا ننزل التصميم وننزل الالوان وابتدوا يشوفوا الالوان فيها بهجة، وكمان لقيناها مش شافوها ان هي مش قبيحة بالنسبة اللي حوالينا كمكان يعني في التجمع وكده، فابتدوا يحبوا الموضوع قوي معانا. واللي كان يجي يقول لنا انتوا طيب ينفع تاخدوا حد معاكم او كده نتعلم معاكم، ياخدوا سيلفي معانا ويتصوروا معانا، وده طبعا ادى برضو ان احنا ناس كتير عرفت من بينا يعني. بس فبصراحه هم كانوا ايجابيين قوي معانا قوي يعني، فدي شكر ليهم قوي يعني. طبعا شكر ليكم قبل ما يكون ليهم الحقيقه، لان انتوا بتعملوا شيء بدون مقابل، مش بدون مقابل، ده انتوا بتصرفوا عليه كمان، ده في حد ذاته. وانا اتمنى ان المشاركه المجتمعيه كمان في المكان اللي هم بيشتغلوا فيه، انا اتمنى ان احنا المصريين ما نبقاش احنا شايفين مجموعه من الشباب بيلونوا وبيعملوا مجرد ان انا اتفرج، لا، ما انت لازم اما بايدك لا اما تطلع من جيبك وتساعد. يعني انا ده رايي، يعني لازم تبقى انت كمان ايجابي زي ما هم ايجابيين. انا ده وجهه نظري. يا ريت والله. يعني شاب واخد مصروفه من باباه ومامته علشان يحطوا لحاجه في مكان يعني بيجملوا بيلونوا بيجملوه. بس لا، ده احنا في اطفال كتير من اطفال الشوارع جم واشتغلوا معاهم والله، وابتدوا الشباب دول يطلعوا من جيبهم عشان يحفزوهم ان هم يكملوا شغل. جميل والله، جميل جدا. يعني حاجة هذه المجتمعية بقى، دي المجتمعية بس المجتمعية مش قصر على أطفال الشباب الشوارع بس. ايه بقى يا دكتورة ريهام؟ هو احنا الفترة الجاية هنتواصل مع كذا جهة، مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الجهات مع الجهات اللي بتبقى عندهم مجموعة من الغارمين بعد ما بيطلعوا من سداد ديونهم، مع المطلقات، مع اليتامى والأرامل. كل دول محتاجين يتعلموا حرفة. احنا معانا حرفة ومعانا صنعة ممكن من خلال تعليمها نطلع لهم منتج، والمنتج البلد محتاجاه. تدربوهم بالظبط، بدل ما اسيب الشباب قاعد على القهاوي يبقى في تحرش وفي ارهاب وفي ده كله. احنا بنعمله، احنا بنعلمك تطلع تجيب منتج، تجيب فلوس، تصرف على نفسك، حتى لو مش كتير، مرة في التانية في التالتة هتوصل للكبير. والله ده حتى يقدر يعني ان هو يستفيد من التدريب او التعليم ده، ان هو حتى يدهن بيته، شقته نفسها، بدل ما يجيب عمال ويكلفه بالشيء الفلاني، مش كده ولا لا؟ يعني يدهن نفسه البيت عنده وهيوفر. هو في مجموعة فعلا كانت واقفة على دهان بيت، نزلوا دهنوها له عشان يتجوز. الله، برافو عليك. معقولة دي؟ يعني كان في شاب فعلا والله برافو عليكم، الف تحية ليكم والله. طيب ده جميل جدا، لكن انا عايزه كمان ان الفكره ما تبقاش قاصره. يعني يمكن يجي يقول لك ايه، طب ما هو التجمع الخامس هي اساسا ما هو حلو، هو ناقص جمال يعني حد يسمعنا، لكن في اماكن اخرى محتاجه يمكن مجهود اكبر من كده. احنا هنا الدعوه بقى ننزل العشوائيه. انا يعني كام يوم كان عندي تصوير في مكان يعني وقابلت مسؤول عن العشوائيات وتواصلت معاه ورحب جدا بالفكره واتصل لي بالمهندسه المختصه بالمكان ده واتكلمنا مع بعض ومحددين ميعاد قريب ان شاء الله عشان ننزل معاهم في العشوائيه. جميل جدا. انا كنت استضفت مجموعه قبل كده وكانوا نازلين على ما اعتقد منطقه زينهم على ما افتكر يعني، ولونوا البيوت بس احنا عايزين ان هو يبقى يعني جهد مستمر ونعلم الناس اللي هم في العشوائيات ده ازاي هو يعمل كده بنفسه بعد كده. يعني لانه اكيد الدهان او التلوين اللي بيحصل بعد مده محتاج اكيد بعد شويه شغل تاني. ما هو التعليم بيبقى من خلال ان هم بيشاركوا بنفسهم في الدهان وفي الالوان. جميل جدا، جميل جدا. طيب عيشها بالألوان دي مبادرة أطلقها قسم الزخرفة بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بسواعد وأيدي أبنائه وبناته، ومعانا ممثلين عن هؤلاء الطلاب حسام وشيماء وزينب وهدير. واللي لاحظته يا حسام إنه أنتوا جميل جدا من محافظات مختلفة،
انت من المنصورة، شيماء من الاسكندرية، هدير من البحر الأحمر. واعتقد ان ده كده يا دكتورة يعني اعتقد ان ده بداية بذرة نشر الفكرة. وهنا بقى انت كشاب راجل وفي محافظة المنصورة، ما تحاولش ان انت مع زمايلك في المكان اللي انت عايش فيه ان انت تنشر الفكرة في محافظة زي المنصورة؟ ان شاء الله ده الخطوة الجاية بعد ما اكيد نخلص مثلا امتحانات او كده او في الاجازة. كل واحد في طبعا عندنا اسبوعين بقى يبقوا اجازة. فبعد ما نخلص الشغل هنا اللي احنا بدأنا فيه او كده، كل واحد طبعا بيروح المحافظة بتاعته. فاحنا ان شاء الله الخطوة الجاية نبقى مثلا نشوف الناس اللي حابة الموضوع وتشارك فيه، فهننزل كل مجموعة طبعا في المحافظة وتبدأ بالأماكن طبعا زي ما بدأنا في التجمع كده. واديك انت خدت الدرس من الدكتورة ريهام لابد التواصل مع المحافظة أو رئيس الحي أو الجهات المختصة طبعا. وأعتقد إن محدش هيقول لا. أنا معاهم في كل المحافظات. أنا سايباهم مرحبين. أنا معاهم. هي مشرفة عليكم في كل. أنا معاهم. وهو ده يمكن دكتورة ريهام كمان اللي حمسني لعمل الحلقة دي، إن أنتوا يعني بأملكم أو حلمكم إن الفكرة مش تبقى قصر على مكان معين ولكن نشرها في محافظات الجمهورية كلها. فده جميل جدا واحييكم، واعتقد ان انتوا عايزين كم كبير من الشباب علشان نشر هذه الفكره. طب هدير كمان من محافظه البحر الاحمر، ناويه تعملي ايه هدير؟ ناويه انشر الفكره ان شاء الله في يعني احنا محافظه البحر الاحمر المحافظه لوحدها فيها كذا مدينه، منهم مثلا يعني انا من سفاجة، في مدينة سفاجة مدينة سياحية. فانا لما عرضت الفكرة دي على كذا حد مش من المسؤولين، انا لغاية دلوقتي ما كلمتش حد من المسؤولين بس الناس نفسها حبت الفكرة جدا، وهي عشان مدينة سياحية وفيها فكرة تجميلية فاحنا حابين ان احنا واعتقد ان هي كده هيبقى هي دكتورة ريهام يعني منطقة سياحية، اعتقد عايزة شغل تاني خالص يعني كل مكان هو اللي بيفرض عليك يعني ايه؟ سفاجة اعتقد يعني بيبقى الشكل نفسه هيبقى شغل مختلف. في البيئة السواحلية بتبقى مختلفة عن القاهرة والمدن الداخلية والحاجات دي بتبقوا حاطينها في مخكم طبعا او بتختاروا الماتيريال ذات نفسها يعني عشان بيئة ساحلية فالجو الماتيريال نفسها فالدكتور اصلا معلمانا ان احنا ازاي يعني جو البحر غير الجو الصحراوي العادي فالالوان ذات نفسها تبقى الوان مش باستل قوي يعني فدرجات اللون هتختلف، هتبقى درجات ساحلية، اللبنيات على الازريات، ده كله ده مع البحر بقى مع البتاع فيدي كونتراست حلو. احنا دايما عندنا جديد وفي كل حاجه طبعا. طيب فاصل ونرجع نكمل حوارنا و طبعا شغل طلبة الفنون المعهد العالي للفنون التطبيقية بيدفعوا من جيبهم، يعني بدل مصروفه كده ما بيروح يشتري بيه حاجة او قال ما فيه وفره، لا هو بياخد مصروفه علشان يخدم بلده. عايزين اكتر من كده يعني نقدر نقول حب وعطاء. تحية ليكم، فاصل ونرجع نكمل حوار. نرجع وبنكمل حوارنا وكده على طول. زينب، اكيد انتوا بتبقى فيه يعني فيديوهات للشغل بتاعكم، بيبقى فيه صور للشغل بتاعكم، طريقة الاحتفاظ او التوثيق لهذه الاعمال بتبقى ايه؟ هو احنا من الاول يعني الدكتور كان في طالب معانا زميل لينا يعني هو المسؤول عن الموضوع ده، خالد عبيد. فهو مسك الموضوع من الاول وطوره وكبره، واحنا كمان بنشكره يعني كلنا. بس يعني هو المختص بحته التوثيق يا دكتوره ريهام، هو المختص انه يعمل الفيديوهات والصور ويشيرها على الفيسبوك واليوتيوب. ودلوقتي احنا بنعمل قناه خاصه بمبادره عيشها بالالوان على اليوتيوب. جميل. طب ليكم اكيد بيج على الفيسبوك اسمها ايه برضه؟ هاشتاج عيشها بالالوان. هاشتاج عيشها بالالوان. جميل قوي. يعني ده كمان ان انتوا عايزين تعملوا قناه على اليوتيوب بتعرضوا فيها شغلكم والتسجيل والفيديوهات اللي انتوا وكل الجديد وكل اللي لسه انت ما عرفتيهوش وغيرك ما يعرفوش. والله يعني في افهم من كده افكار في كتير. وحضرتك مش عايزه تعلني عنها؟ لا انا قلت كتير قوي قوي قوي. طيب ماشي. عايزه تعرفي ايه تاني؟ هي عايزه تعمل مفاجاه دكتوره ريهام، وعايزه ان الافكار يعني تبقى هي صاحبه الفكره الاولى في تنفيذها. طيب ده حقك طبعا يا دكتوره ريهام، ده ما فيش فيها كلام، لكن احنا معاكم كمان ايد بايد عشان ننشر كل فكره ايجابيه طبعا. ونعممها ما تبقاش على محافظه او مكان. بجد انا بشكر جدا الفرقه الثالثه طلبتي يعني من غيرهم انا ما كنتش عملت كل ده. كم طالب تقريبا دكتوره ريهام؟ 38 38 وبتعملوا الشغل ده؟
عدد مش كبير. لا بس احنا نفسنا نحط 0 3 4 قدام الترم الثاني مكمل معانا مجموعه كمان حلوه قوي من الشباب زيهم هينزلوا معانا في الشغل. طب ليه هو بيبقى التخصص عندكم من الفرقه الثالثه، يعني الثالثه ورابعه، ولا التخصص بيبقى يعني انا قصدي ليه مش قسم الزخرفه من الفرقه من اول التخصص الى الفرقه الرابعه؟ يعني قلت لحضرتك انا بديت معاهم بالماده بتاعتي بالمادتين اللي كنت بديهم في الترم فطلعت بيهم وكنت عامله ستابس كده، لقيت ان انا ابتديت فيها اجري بسرعه يعني قلت على الترم الثاني هعمل حاجه، لا ده انا نفذتها في الاولاني كمان. جميل. ففي الترم الثاني هينزل معايا فرق تانية، اولى وثانيه وثالثه طبعا ثالثه الاساس. هل هيحصل تواصل مع الجامعات الاخرى يا دكتوره ريهام؟ يعني حضرتك برضو من ابناء محافظه الاسكندريه. انا عملت تواصل مع جامعه اسكندريه في كليه التربيه الرياضيه ووافقوا جدا ورحبوا جايبين. طبعا جامعه الاسكندريه زي ما انا قريت بتحتفل النهارده اليوبيل شكلها امبارح كان حلو قوي كمان مجملينها وكانت حلوه قوي. وهي طيبه. تواصلت معاهم ووافقوا وهيجيبوا الخامات، وبالعكس هم موفرين لنا اماكن بيات للطلبه اسكندريه والله اسكندريه والخامات موجوده. ده حلو بقى، ده كده يعني احتمال كبير والله. طب برافو. هو ده اللي احنا بنقوله، يعني هو الواحد يحاول بقدر امكانه، واذا خبطنا على باب ولقيناه مقفول اكيد الباب التاني هنلاقيه مفتوح. هو ده اللي احنا بنقوله، يعني ما يبقاش فيه احباط من ان اول باب اخبط عليه الاقيه مفتوح مقفول او ما فيش استجابه، معنى كده ان فكرتي تموت او فكرتي لا تنفذ. ولو انا عملت كده كان زماني قاعده في جوه المحاضره بديهم المحاضره مجرد دكتوره بتلقي محاضرات من يوم ما طلعت وانا بقابل حاجات كتير قوي. هنا الكلام دكتوره ريهام أهمية أو دور الجامعات المصرية في زرع الانتماء للبلد، واعتقد ان اللي هو المجموعه بتعمله ده هو دوت يعني بذره من بذور اللي احنا لابد ان احنا نزرعها في اولادنا. ازاي يحبوا البلد، ازاي يحبوا ان هم يجملوا ويحلوا بلدهم، على اساس ان احنا ايدينا في ايدين بعض نقدر نوصل ببلدنا للصوره اللي احنا بنحلم بيها او بنتمناها. وده اللي بنعمل عليه دلوقتي، ان الولاد ما قالوش لا طب ما هي ماده ونشتغلها جوه يا دكتور وايه لازمته ننزل ونتمرمط لا ده حبوا ومكملين وحابين انه يبقى اكتر واكتر، وحابين انه يبقى في الاجازه كمان لا احنا هناخد اجازه اسبوعين، طب ننزل اسبوع نشتغل، طب وبعدين احنا جو بتاعنا جو مرح بنشتغل وبنتفسح وبنروح وبنعمل زيارات للاماكن بتفيدنا وده جميل يعني مثلا اللي هي الاماكن السياحيه اللي في القاهره او غيره ممكن جدا يتم التواصل مع برضو محافظه القاهره والاماكن اللي هي مع بقى الجهات المختصه بالترميم او حاجات زي كده. يعني احنا حابين الفتره الجايه تبقى وسط البلد مثلا والحسين والحتت دي، عشان كده عملنا زياره للاماكن دي كلها ونزلنا ودرسناها. انا بقرا افكارك منها ان هي رحله وجميله ومبسوطين مع بعض طول اليوم، بس ماشيين نبص ونشوف الدنيا ماشيه ازاي والثقافه الناس هناك عايزه ايه. هو ده الكلام، ان الواحد في ناس كتير جدا تنزل المكان مجرد انها تبص، لكن في واحد بينظر بعين مختلفة يشوف المكان ده انا ممكن اضيف له ايه او اعمل فيه ايه. يعني هو ده واعتقد ان جيل الشباب المفروض يبقى كده نظرته مختلفة عن الاجيال الاخرى، ولا هو جيل محتاج التوجيه بس عندهم طاقة وعايز اللي ياخد بايدهم ويوجههم ازاي يستفيدوا من الطاقة دي. بس مواد نظري وخلاص، احنا بنحب احنا نشتغل بنفسنا يعني الجانب التطبيقي عندنا فنون تطبيقية، يعني ده عايزين احنا نشتغل حاجات بايدينا كتير مش عايزين بس ماده نظري وبتترمي وخلاص ونمتحنها ونكب اللي احنا حفظناه وخلاص كده. لان الكتاب والورقه والقلم بتتنسي، اللي بيبقى فعلا استحاله يتنسي اللي بتشتغلي بايدك. ما هي المبادره اساسها يعني جزء من جوانبها المشاركه والتفاعل مع المجتمع وازاي تحتكي. فانا بعلمهم ازاي ينزلوا ويحتكوا، هيقابلوا الحلو وهيقابلوا الوحش اكيد، وازاي طرق التعامل مع الحلو. لو نزلوا بعد الشغل بعد ما خلصوا دراسه هيتخبطوا كتير حقيقي، وده مش هيستفادوا حاجه. ده صح. طيب زينب، اكيد ليكم اصدقاء وزميلات مش في المعهد، لكن اذا كانت معاك في المدرسه او في جامعه تانية او
بتتواصلي معاها يعني بيبقى ايه تعليقاتهم ليكم؟ طب ما اجي معاكم ابص انتوا بتعملوا ايه؟ يعني انتوا يعني بره المعهد بقى زميلاتك اللي بره بيتفاعلوا معاك ازاي مع الفكره، ولا انت ما اتكلمتيش معاهم؟ لا طبعا اتكلم، في فخر كده غير عادي ان انا صاحبتهم بقى وبقيت مشهوره. بقيت مشهوره. لا وبيجوا معايا التجمع كتير طبعا عشان كمان يتفرجوا على الشغل بتاعنا، وفرحانين جدا ان انا صاحبتهم اللي عامل مشاركه في الموضوع ده. وان احنا يعني ازاي بقى عملنا الحاجات دي، وازاي ان انت صاحبتي اشتغلت وعملت الحاجات دي وكبرته، وكمان طالعه في الاذاعه مع حضرتك. واصحابنا كلهم طبعا طلعوا في التلفزيون والدكتور ويعني فرحانين جدا. هو يعني انا بيشرفني وجودكم معايا النهارده، شرف لينا. وانا اعتقد ان ده يعني اقل واجب مننا احنا لتشجيعكم، ان انتوا لما بيبقوا شباب بيحاولوا يعملوا حاجه لبلدهم. اعتقد ان عمل حلقه ليكم اقول لكم الف شكر على هذا المجهود. اعتقد ده اقل واجب مننا كاعلام مصر لمجموعه شباب ايجابي زيكم. ربنا يخليك. بشكركم جدا جدا ان احنا مكملين مع بعض وهنكمل الحوار لكن بعد موجز الأنباء. لسه مكملين معاكم. بجدد التحية والترحاب بضيوفي في استوديو 16 دكتور ريهام حلمي شلبي الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقية، وكمان معانا أبنائنا حسام حسن وشيماء علاء الدين وزينب عمر وهدير أبو الفتوح أبو الحمد، الطلبة بقسم الزخرفة، واللي هم أصحاب مبادرة عيشها بالألوان. عيشها بالألوان. مين اللي اختار الاسم يا دكتورة ريهام؟ كلكم يعني انتوا عملتوا جلسه وفي كل الاختيارات بتبقى بيننا مع بعض، مفيش حد حلو. انا بحب الديمقراطيه دي. في تعاون. في تعاون ما بينكم، وحتى في اختيار، حتى في الاسم يعني جميل جدا. دكتورة ريهام، يعني هو جهد جميل جدا، واحنا يعني بندعو شباب مصر والجامعات الاخرى ان هم يحظوا هذا الحظ. يعني انا يعني افتكر طلبة جامعة القاهرة كانوا بيعملوا كده في كلية الفنون التطبيقية، بس انا ما اعرفش بقالهم مدة مش بيعملوا كده ليه، ما اعرفش. يعني انا اتمنى، وكنا بنبقى فرحانين. انا شخصيا لما كنت قاعدة قدام جامعة القاهرة والاقي الفسيفساء المحطوطة على الحوائط دي، انا كنت ببقى مبسوطة جدا جدا. ليه الجامعات ما تعملش كده؟ يعني احنا بنتمنى اكيد ان كل جامعة بيبقى ليها جهد او دور، ولكن ده من اهم الادوار، ان هو الخدمة المجتمعية والتفاعل مع المجتمع وتحسين البيئة وتجميل المكان اللي احنا عايشين فيه. ده شيء مهم جدا، لكن اكيد قدام الجهد بتلاقي في ناس اخرى بتعمل حاجات سلبية. الهدم. انا عايزه بقى حسام مثلا، انت ايه الحاجات السلبيه اللي انت لقيتها وانت بتشتغل كده وضايقتك؟ يعني انت كشاب برضو بتعمل جهد وبتصرف من جيبك على هذا الجهد كمان. ايه الحاجات اللي ضايقتك من الناس اللي في المكان اللي انت بتشتغل فيه مثلا؟ هو في الاول في الموضوع كان في البدايه، بس معظم الناس الناس مستغربه احنا بنعمل ايه يعني. كنا بنشيل الحاجات اللي على البوكس، والناس بتبص احنا عمال نظافه ولا احنا بنعمل ايه في المكان. فالناس كانت مستغربه، فكان الكومنتات ما كانش يعني كناش حابينها بس مش اكتر. فبس بعد كده لما شافوا ان احنا بنلون وبيشوفوا التصاميم بتاعتنا بتتحط على المساحات دي والشكل بيبقى حلو وكده، فبدأ الناس يعني تتفاعل معانا بدل ما كانت بتقول كومنتس وحش او كده، فبدأت تتفاعل معانا اكتر. بس بعد كده الموضوع بدأ ينتشر او كده، والناس تشوف الشكل الجمالي اللي بنطلعه في الاخر حلو، فيعني خلاص بدأ الناس بقى تشجعنا اكتر بدل ما هي كانت بتقول كومنتات وحشه او كده. الموضوع بدأ بالعكس بدأوا بقى يتفاعلوا معاكم، وحاسين هم طبعا خايفين ان هم العيال اللي جايه هيبوظوا الدنيا، هيبهدلوا الدنيا. ده على اساس ان هي كانت سليمه. يعني هم شايفين كده يعني. طيب شيماء مثلا، انت بتطلبي ايه من الناس اللي هم في المكان اللي انت اشتغلتي فيه؟ يعني انت عملتي وبذلتي جهد وعملتي اضافه جماليه لهذا المكان، لكن انت خايفه على شغلك من ايه وتقولي لهم ايه؟ يعني لو حد فيهم بيسمعنا دلوقتي، يا رب يكون حد بيسمع، يحافظوا بس على اللي احنا عملناه، لان احنا بجد تعبنا فيه جدا، وخايفين مثلا فتره زي فتره الانتخابات الاقي مثلا اعلانات نزلت لزقت خلاص التصميم هو بس مش انتخابات، انا انتخابات انديه، انتخابات ما اعرفش ايه، مدرسين زي ما احنا بنقول على راي زينب ما بتقول يعني واحد يبقى راسم له قلب على بتاع مع رأيه. نوعدهم ان احنا نسيب لهم وول او نسيب لهم كذا بوكس، يعني نعمل عليها تصميم بسيط جدا، ونقول لهم اكتبوا اللي انتوا عايزينه، اعملوا رايكم، بس احنا هنبقى نيجي ننظف. لا بطريقه فنيه برضه. يعني ممكن عايزين تشاركونا
بطريقه فنيه. ايه رايك؟ اعتقد ان ده اكيد هيغير في ان هي طاقه جواهم، اخد الطاقه اللي هي بتعمل على الهدم ابني بيها، تحوليها لبناء. ده جميل جدا. طيب ايه المطلوب يا دكتوره ريهام؟ ايه اهم المشاكل اللي بتقابلكم كجروب عمل وانت بتطلبي من ايه اي حد بيسمعنا دلوقتي؟ احنا مش عايزين اكتر من ان يبقى لينا ريسبونسر للمبادره عشان تكمل. احنا مش حابين تقف. وعلى فرضا لو ما لقيناش الدعم على طول احنا مكملين. يعني هي المشكله ان الولاد فعلا مكملين من جيبهم وهيكملوا. يعني هم مش راضيين يقفوا، لا مكملين. ده جميل جدا. طيب هل تم التواصل مع اي هيئات؟ والله انا بعت للشباب والرياضه وطلبت ان هم يدعمونا، وطلبوا مني شغل ابعته مذكره، ومستنيه مقابله. فربنا يكرم بعد النهارده هي المقابله تبقى اسرع يعني. ان شاء الله يا رب. طيب هدير، احنا خلاص قدامنا كده كل واحد انا عايزه اديله نص دقيقه. حلمك ايه لبلدك ونفسك تشوفيها ايه؟ اكيد طبعا نفسي اشوفها احسن بكتير. وبما اننا بنجمل بلدنا يعني نحب ان الناس برضو تشاركنا التجميل ده وما تبقوش اللي احنا بنعمله. يعني هما اكيد برضو حابين الفكره دي. يعني اذا ما كنتش انت هتنزل تعمل بنفسك، طب حافظ على اللي تعمل. بالظبط. واي حد عايز يشارك. احنا حابين الفكره اصلا. طبعا فكره طبعا. حسام والله انا بقول للناس بس تسيبنا نشتغل، ما تبقاش مش عايز اكتر يعني احنا عملنا جهد عشان ما نحبطش. يعني عملنا المجهود ذاتي والخامات كمان بنجيبها على حسابنا، فالموضوع يعني بالنسبه لنا حاجه مفرحه يعني. فلو هي مش هتزعل مش عايزه تشارك ما تبوظ. ده اقل ما فيها يعني. زينه أيوة. انا معاه برضو ان نقدر عشان نقدر نكمل. محدش يبوظ شغلنا عشان برضو ان احنا ما نحبطش ونعرف نكمل ونعمل حاجه احسن هم ينبسطوا بيها، ما يوقفوناش يعني. ان شاء الله. شيماء؟ هو نفس كل اللي قالوه كله. انا بس عايزه اشكر بابا وماما مش اكتر من كده. ليه لا؟ ماما كتير قوي. هم اللي هنا بيدعموني وانا هنا لوحدي بتاع فاللي هو بقى ما اعترضوش يعني بابا وماما. يعني هو احنا بنديلكم الفلوس عشان تروحوا تحطوها على الحيطان يعني؟ لا والله خالص، بالعكس هم شايفيني مبسوطه قوي فيها. وهم انا كافحت كتير عشان اصلا اجي الكليه او كده. وبعدين انتوا مثلا بتصوروا الصور بتوروها لكم؟ طبعا لازم تقرير يومي. مش كده؟ طبعا دي في حد ذاتها. انا اولادي بينزلوا القاهره يشاركوا في المبادره والله. وده حلو جميل يا دكتوره ريهام ان احنا اولادنا من صغرهم نعلمهم ازاي يحبوا بلدهم، نعلمهم ازاي يمدوا ايديهم لبناء البلد دي. ده في حد ذاته جميل. كل الشكر طبعا للعميد. يعني انا مش عارفه اقول له ايه. دكتور خالد عويس بجد مدعمنا معنويا، وان شاء الله هيبقى في دعم مادي من الاكاديميه باذن الله ان شاء الله. ونشكره ان هو مدينا الفرصه ان احنا نطلع ونشتغل. جميل جدا. تشجيعه لينا اول باول هو ده بيحفزنا ان احنا نعمل جديد كل شويه. انا بشكركم جدا طبعا. حسام وشيماء وزينب وهدير كانوا ممثلين عن باقي اخواتهم في الفرقه. تحياتي وشكري لكل اعضاء الفريق، فريق عيشها بالالوان. يا ريت تنقلوا تحياتي وشكري ليهم جدا يا دكتوره ريهام. اشكركم جدا جدا. شكرا دكتوره ريهام حلمي شلبي الاستاذ المساعد بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه. بشكركم جدا، بتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نلاقيكم اسماء لامعه ان شاء الله في عالم الفن وعالم. لان انا عرفت ان القسم نفسه يعني فيه تخصصات كتيره جدا. زخرفه وايه يا دكتوره ريهام؟ لا هي زخرفه قسم منفصل. فزخرفه بندرس فيها كذا حاجه يعني. زي الانيميشن وزي الرسوم المتحركه وزي التاكسيات والبورتريه وتاكسيات معماريه خارجي وداخلي. ففي كذا حاجه بيشتغلوا فيها الولاد. جميل. بعد كده بقى بيفضلوا ايه هم اللي بيختاروا. اشوفكم اسماء لامعه باذن الله تعالى بعد التخرج. ربنا يوفقكم باذن الله تعالى. اشكركم جدا جدا. شكرا للزميله نجوى ابراهيم الاخراج، والزميله وفاء حامد التنفيذي الهندسي من استوديو 16. تحياتي نهله خفيجي.